اهلا صديقي. انت النهارده شكلك مش صديقي عشان حاسك مش مسيطر. ليه حياتك خرجت عن سيطرتك؟ ما ينفعش اللي بيحصل معاك ده عشان مش عاجبني. انت وحشني بس مش بالشكل ده. المهم والاهم، اهلا وسهلا. ازيكم؟ تاخد عارف اللحظه اللي بتبص لنفسك فيها في المرايه وبتقول انا ازاي وصلت للمرحله دي؟ ولا بتشتغل ولا مبسوط ولا حاسس باي سيطره على يومك. كل يوم بتبدا بس انت مش جاهز، وكل يوم بينتهي وانت مكشوف من نفسك. لو حسيت بكده فالفيديو ده ليك. في كام عادة بسيطة كنت بستخدمهم عشان خاطر أعرف أسيطر على حياتي تاني، بس أنا هقسمهم لك في الفيديو ده. وبجد العادات دي بجد رجعت لي السيطرة وخلتني أنا اللي ماسك حياتي، مش حياتي اللي بتتحكم فيا. فيلا بينا نخش ونقولها لك دلوقتي. قبل ما نبدأ عايز أقول لك على حاجة. مفيش أصعب من إحساس إنك تحس إنك عايش بس مفيش في إيدك حاجة. بتتحرك وبتاكل بتتكلم بس من جواك مش أنت اللي مسيطر. حاسس ان اليوم دايما بيجري منك، حياتك كلها بقت رد فعل، مش انت اللي بتعمل حاجه. واحد قال لك تعمل كذا فعملت. الترند رايح فين فيلا بينا نركب الموجه. طب كل الناس بتسافر ايه يا باشا، ما تيجي نحجز. بس انت فين من ده كله؟ فين صوتك؟ فين قراراتك؟ فين نفسك اللي انت خلاص بقيت مفتقدها؟ فانا دلوقتي قلت لك ان الفيديو ده ليك عشان انت مش مسيطر، والفيديو ده ليك كمان مش عشان اقول لك ازاي تنظم وقتك ولا تعمل جدول. انا جاي اقول لك ازاي تبدا في سلم ازاي اسيطر على حياتي. وعاده يمكن واحده بس هي اللي ممكن ترجع لك كل ده. خليني اصارحك، التحكم في حياتك مش رفاهيه، ده امان. انت هتحس انك انت مطمن عشان انت اللي مسيطر. لانك لما بتفقد الاحساس بانك انت اللي مسيطر على حياتك بتدخل في حاله اسمها الشلل النفسي. وبجد والله ده مش شلل جسدي، لا نفسي. وصدقني ده اوحش. بتحس انك انت مش قادر تبدأ، مش عايز تكمل، وبرضه في نفس الوقت مش فاهم ليه. لانك اتعودت انك انت تعيش في دور النجاة، انك بتحاول تعيش، بتحاول تهرب، بتحاول تعدي، بتحاول تفلت. مش عايش في وضع السيطرة وانت اللي فاهم. بترد على الظروف مش انت اللي بتعملها. بتبقى قاعد 3 ساعات كده على التيك توك وانت اصلا دماغك مش مرتاح، واول ما تقفل وتحاول تشتغل بتحس انك انت مش قادر مع انك بقالك 3 ساعات ماسك التليفون. لان السيطرة على الوقت هتحسسك بالقوة، بس هنا الوقت اللي كان مسيطر عليك. لو مفيش قوة بتساوي مفيش شغف، مفيش طموح، مفيش احترام لنفسك. ليه دايما بنقول اي تغيير بيبدأ بعادة؟ في فكرة سائدة وهي غلط جدا، انك لازم تعمل تغيير ضخم علشان تنجح. تبطل سجاير فجأة، تخس 20 كيلو فجأة، تقوم الفجر كل يوم، تفتح بيزنس ولا تكتب كتاب ولا تبقى مليونير في 3 شهور. كل ده كذب في كذب. اللي بيبدأ كده صدقني بينتهي قبل ما يبدأ، لأن اللي بيبدأ بعادة واحدة بيثبت. اللي بيكسب نفسه في حاجات بسيطة بيكسب كل حاجة بعدها. يا سيدي شوف معايا اي شخص ناجح هتلاقيه بدأ بحاجة شكلها تافه جدا، بيكتب يومياته والحاجات اللي بتحصل فيه، بيصحى قبل الناس بساعة، بيقرأ ولو على الأقل في اليوم 10 دقايق، بيصحى الفجر، بيصلي الفجر، وعادة عنده ما يقدرش يسيبها. بس الفكرة مش في العادة نفسها، الفكرة انك ترجع الشعور لنفسك. هو انا ليه بدأت اعمل ده؟ بالتالي هيرجع لك فكرة ان انت عندك إرادة، والإرادة هتساوي تحكم، التحكم هيساوي انك مطمن، وانك مطمن هيساوي تركيز، والتركيز بقى هيساوي حياة حقيقية، مش حياة كلها رد فعل. وخليني يا سيدي اقول لك قاعدة حلوة قوي. لو كسبت نفسك في اول 10 دقايق في اليوم هتكسب نفسك باقي اليوم. العادة وزي ما بنقول دايما اللي بتبدأ بيها يومك هي اللي هتحدد مستوى طاقتك وتركيزك واحترامك للي عليك في يومك ولنفسك. تعالى اديك كام مثال كده لناس في حياتي بدأوا بعادات بسيطة. واحد صاحبي كان حرفيا محطم وفصلوه من الشغل وحياته كانت مبهدله وما كانش قادر يقوم. قلت له بس ابدا بانك تمشي 5 دقايق كل يوم الصبح. ضحك على انا قلته بكل سخافه، قال لي يعني 5 دقايق هيرجعوا لي شغفي؟ بعد اسبوعين بقى بيصحى كل يوم الساعه 6 الصبح، وبقى بيمشي ساعه، وبينظف اوضته، ورجع يقدم على شغل، وبدا بيزنس صغير ليه. انت متخيل؟ الفكره كلها والسر انه بدا يفهم ورجع له شعور ان هو مش مفعول به، هو اللي مسيطر. ومثال تاني، واحدة من المتابعين جت قالت لي انها مكتئبة ومش بتحب نفسها، بس بدأت تكتب 3 حاجات حلوة عنها كل يوم، وبعد 20 يوم بقت بتتكلم عن نفسها بكل ثقة قدام كل الناس، لأنها قررت بس تعيش
بارادتها، مش بنقد اللي حواليها واللي بيقولوا عليها. تعالى بقى اتكلم معاك على كام عاده ترجع لك كده السيطره على حياتك. انا قلت لك في الاول عاده واحده، ودلوقتي بقول لك عادات كتير. الفكره كلها انها امثله واقعيه وسهله بس معتمده على شخصيتك وهتختار منها ايه. اكتب 3 حاجات كل يوم انت ممتن بيهم لنفسك انت عملتهم، وده هيبرمج مخك على الايجابيه مش الشكوى. اقفل التليفون ولو ساعة، يا عم نص ساعة، نص ساعة بس في يومك، ودي مش رفاهية، دي واقعية لعقلك ان انت اللي مسيطر على التليفون. امشي 10 دقايق، 10 دقايق بس، 10 5. انا عارف ان الدنيا حر، جسمك محتاج نور حقيقي مش نور الشاشة. ابعت رسالة تقدير او كلام حلو لحد بتحبه، ده هيغذي الروح، هيغذي روحك انها تقول كلام حلو مش العلاقات. ما تخافش، محدش هياخد باله اصلا. عارف، نظف سريرك بتركيز، حط كل حته في زاويه بجد، فاهم؟ بالظبط بالسنتي، لان السرير والله اول انتصار بصري في اليوم. لما تشوف كده حاجه مترتبه، افتح مصحفك ولا حاجه تذاكرها ولا كتاب، افتح اي حاجه بتربطك بنفسك، بتخليك انت ونفسك قاعدين مع بعض بس مش الناس. والفكرة للمرة المليون في العادة نفسها، الفكرة انك تقول انا بدأت. الفكرة مش ان انت بس موجود، الفكرة انك مؤثر، وانا مش سايب الدنيا تاخدني، انا اللي بسوق. اخر حاجة بقى والاهم، الانجازات الصغيرة. اوعى تستهين باي انجاز صغير عشان خاطري، عشان تبقى مسيطر بجد. لما تقوم من السرير بدري وانت عارف انك مش عايز، لما تفتح كتاب رغم انك تعبان، لما بتقاوم رغبتك في قفل التليفون لمدة نص ساعة، انت كده بترجع لنفسك احترامها وانها بجد هي اللي بتسيطر. ولو فضلت على اي عادة من العادات دي 7 ايام بس، 7 ايام، عادة واحدة منهم، دماغك هتبدأ تصدق انك شخص يقدر وانك مش بتأجل. ومن هنا السلسلة اللي كنت مربوط بيها صدقني بتبدأ تتفك، والعك اللي كان في حياتك والمشاكل اللي عمالة كل شوية تكبر وتكبر، وكل الاهداف اللي كنت فاكر انها بعيدة هتلاقيها واحدة واحدة بتقرب. بس يا سيدي، في الاخر انا مش جاي اقول لك ان الموضوع سهل، مش جاي اقول لك وابيع لك كده شويه وهم واضحك بيك عليه. انا جاي اقول لك والله ان انا كنت في حاجات كتير كده زيك، كنت مشتت وتايه ومستني اي حاجه تحصل، بس قلت لنفسي في يوم انت لازم تبدا ولو حتى بحاجه بسيطه. والعاده اللي انا بدات بيها صغيره عشان خاطر بس احس بنفسي، ان انا اعمل لي كوبايه قهوه حلوه اتبسط بيها، خد بق. هي دي اللي انقذتني، وحسيت بجد وقتها ان انا اللي بتحكم في نفسي وانا اللي متحكم في حياتي، وعلى الاقل بعمل لي حاجه حلوه مش هي اللي بتجيلي، لا انا اللي بعملها. ومن هنا بدا يرجع لي كل حاجه في يومي، وبدات انا اللي امسك واسيطر على كل حاجه. عايزك تكتب لي بقى تحت في الكومنتس ايه العاده اللي انت ناوي تبدا بيها، ولو مستني حد يشجعك فانا معاك. وكلنا يا عم نبدا من نقط شبه بعض، واي عاده انا ما بعملهاش ممكن الاقي نفسي بعملها بسببك. انا واثق ان احنا كلنا هنوصل. اذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول يغير اي حاجه ويخلينا احنا اللي مسيطرين. خدوا بالكم من نفسيكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا دايما بخير وبصحه وسلامه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.